أهلا بيكم في حلقة جديدة من هو ده الكلام. هنتكلم النهاردة عن التأشيرات لكندا، سواء كنت عايز تزورها للسياحة، تشتغل هناك، أو تكمل دراستك. ناس كتير بتواجه مشاكل في التقديم أو مش عارفة الفيزا المناسبة ليها. علشان كده معانا النهاردة الأستاذ المحامي مايكل زخاري، اللي هيجاوب على كل الأسئلة عن أنواع الفيزا، أهم الشروط القبول، وأخطاء التقديم اللي لازم تتجنبها. تابعوا الحلقة لو مهتمين بالسفر لكندا. النهارده معانا الأستاذ المحامي مايكل زخاري للمرة التانية. أهلا بيك يا مايكل أهلًا معانا. وسهلًا بيكم، وشرف ليّا إن أنا أكون معاكم المرّة التانية. ميرسي احنا خالص، كان في معلومات نورتنا. كتير جدا للحلقة اللي فاتت وعايزين معلومات بقى أكتر نستفيض. المرة دي. تحت أيوه. أمركم. المرة دي عايزين نتكلم على الفيز بتاعة الدراسة وبتاعة العمل. هل الفيز دي ممكن تساعد على إن هم ياخدوا الPR أو اللي هي الإقامة الدايمة؟ طبعًا الفيز دي ليها عامل كبير إن هي بتسهّل عملية التقديم على برامج الexpress entry. لو نفتكر في الحلقة اللي فاتت إحنا قُلنا إن مهم أوي لو أنا عندي خبرة في كندا أو دارس في كندا، ده بيدّيني نُقط أعلى أو بيدّيني نُقط بتميّزني عن الناس اللي هي بتقدّم express entry من برّه كندا، اللي هي الfederal skilled worker أو الtrade. لإن في برنامج مخصص اسمه الCanadian Experience Class، ده بيعتمد على الناس اللي خدت خبرة عمل في كندا، وده بيبقى من خلال فيزة العمل. يعني أنا لو مش هاقدر أشتغل في كندا غير وأنا معايا فيزة عمل، فمعنى إن أنا معايا فيزة عمل اشتغلت في كندا خدت خبرة at least سنة، في الحالة دي باقدر أقدّم على برنامج الهجرة اللي هو الCEC أو الCanadian Experience Class. كمان الدراسة هنا لو أنا بادرس في كلية أو university مُعتمدة designated، ده بتسمح لي أو بتؤهّلني إن أنا آخُد post graduate work permit. ده بعديها ب ب باقدر آخُد خبرة سَنة برضه بابقى eligible إن أنا أقدّم على برنامج من برامج الهجرة اللي هو أهمهم الCEC. طيب مايكل، ازاي الطلبة يقدموا على الفيزا الدراسة؟ ايه الشروط وايه البروسيس بتاعت ان هم لو حابين يعملوا دراسة هنا في كندا؟ تمام. مهم أوي نعرف إن الدراسة في كندا مش مرتبطة بسِن، لإن ده سؤال common. بيقول لك طَب أنا سِنّي كبير، هل ينفع أدرس؟ السِن مش الدراسة مش مرتبطة بسِن، ده تبقى دي رقم 1. كويسة عشان احنا الحلقة اللي فاتت قلنا الناس اللي تقدر تهاجر من سن 18 ل 34. يس طب احنا دي دي حلوة دي بقى، دي اللي فوق ال آه، 34 يبتدوا لأ يطلبوا يدرسوا. دراسة فيزا دراسة. يكتشفوا يعني فرصة نفسهم كويسة الفترة ما دي. فيش للدراسة. مشكلة، ممكن تيجي تدرس بس هتstuck بقى لو أنت حابب تقدّم على برنامج هجرة هيكون سِنّك كبير، هيكون الموضوع هتبقى خسرت نقطة السِن، بس ما فيش مشكلة إن أنت تدرس تحت أي سِن، خلاص؟ طيب أول حاجة عشان أدرس في كندا محتاج إن أنا أحدد الcourse أو أحدد البرنامج اللي أنا عايز أدرسه والجامعة أو الكلية. once إن أنا حددت البرنامج أو الكلية اللي أنا هادرس فيها، بابدأ أتواصل معاهم بحيث إن أنا آخُد منهم acceptance letter. الacceptance letter ده مهم جدًا وأنا باقدّم على فيزة الدراسة، ده أول شرط، علشان أقدّم على فيزة الدراسة لازم يكون عندي acceptance letter من جامعة أو كلية في كندا. الacceptance letter ده ممكن يكون مشروط باللغة. يعني إيه؟ ممكن هم طالبين level معيّن في اللغة، وهنا بقى لو هنحتاج لغة هنحتاج academic. الحلقة اللي فاتت اتكلّمنا عن اللغة as a general. يبقى في نوعين من الامتحانات اللغة، في امتحان general وامتحان academic. once إن أنا اتكلّمت عن الدراسة، يبقى أنا محتاج academic، لغة academic، أوكي؟ ده أصعب؟ ده بيبقى أصعب، بيبقى أصعب. في بعض الtask مش كل يعني بيبقى في حاجات هي، بس task معيّنة هي اللي بتختلف. يعني مش محتاج الIELTS والّا برضه IELTS لأ بس عايز محتاج. درجات أعلى؟ على فكرة أنا لمّا باقول IELTS مش بس الIELTS، في امتحانات كتيرة، في IELTS، في SELB، في BTE، في Duolingo، في برامج كتير خالص مُعتمدة نقدر نستخدمها. حتى لو أنتم لاحظتوا أنا ممكن آخُد acceptance من غير لغة أصلًا. بس بيكون مشروط إن أنا أدرس عدد شهور معيّن في نفس الجامعة لغة. once إن أنا خلّصت ممكن 3 شهور whatever على حسب ما هُم بيحددوا. once إن أنا خلّصت كورس اللغة بابدأ أدخل على البرنامج الأساسي اللي أنا جاي أدرسه. يبقى إذًا رقم 1 acceptance سواء مشروط أو غير مشروط. طبعًا يُفضّل يكون عندي اللغة من الأول،
لو مش موجودة اللغة that's fine، بس يُفضّل لإن دي بتساعد في قبول الفيزا بصورة أسرع. بعدين مهم أوي إن أنا أثبت لهم إن أنا عندي الإمكانية المادية إن أنا أغطي تكاليف الدراسة والliving expense مش بس الدراسة. دي نقطة مهمة أوي، ودي بتبقى عامل من عوامل رفض الفيزا. ممكن سهل إن أنا أجيب acceptance letter، الجامعة مش بتهتم ب ب بال ماديًا إن أنا أقدر أsupport والّا لأ، لكن الofficer بتاع الimmigration وأنا باقدّم مهم أوي يشوف أنت هل هتقدر تيجي تكمّل وتدرس وتدفع والّا لأ، أوكي؟ فدي نقطة مهمة مهمة في الموضوع ده. اتفضلي. سوري، أنا كنت عايزة أسأل بخصوص الفيزا الدراسة، لو حد جه على فيزا دراسة هل من حقه إن هو يشتغل؟ يس، بعض الفيز بيسمحوا لهم بيشتغل بارت تايم. الفترة اللي فاتت سمحوا لهم فول تايم، بس هم وقفوها. بس ممكن بيبقى مكتوب في الstudy permit أنت ليك عدد ساعات معينة قد إيه تقدر تشتغلها. بس يعني خلّينا نقول بيبقى بارت تايم. بعض الأحيان بيسمعوا الfull time، بس دي بتبقى على حسب قرارات وزير الهجرة، بتتغيّر بين الوقت والتاني. هم دول العاملين الأساسيين إن أنا أقدر يبقى عندي acceptance letter، يبقى عندي acceptance letter سواء بلغة أو من غير لغة، ويبقى عندي القدرة المالية إن أنا أقدر أغطي الدراسة بتاعتي، مش بس الدراسة والliving expense. طبعًا لو ليّا حد في كندا موجود هاقول إن أنا مثلًا رايح عند حد، أخويا، أختي، هيستضيفني، فده ممكن يsupport شوية أفضل يعني. طب احكِ لنا بقى عن فيز العمل، إزاي نقدّم عليها وإزاي نزوّد فرصنا في إن إحنا نتقبل؟ فيزا العمل في كذا طريقة نقدر ناخد بيها فيزة عمل، لكن الأشهرهم هي الLMIA اختصار بقى ال يعني. أو بيقولوا عليها الليمة. آه. دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن شركة مثلًا بتبقى عايزة موظف في تخصُّص معيّن. let's say مثلًا خلّينا نقول مطعم عايز chef مثلًا شرقي، أوكي؟ فهُم الشركة دي المفروض بتعمل إعلان جوّه كندا، بتبدأ تقول أنا عايزة chef شرقي بالمواصفات الفلانية، أوكي؟ آآ ممكن في الإعلانات دي كلّها at least المفروض الإعلانات دي تبقى في أكتر من موقع وظايف، لازم تبقى posted بشكل رسمي، وأحيانًا ما بيلاقوش اللي هم عايزينه، ففي الحالة دي بيبدأوا يدوّروا على حد من برّه كندا، بيسمحوا لهم إن أنت تجيب حد من برّه كندا. بس ف لازم الأول أعمل الخطوة لازم دي. مهم أوي الشركة، مش أنا اللي أعمل، الشركة اللي عايزة ده أو المطعم اللي عايز ده، بيعمل الإعلان ما لقيش حد بالمواصفات اللي هو عايزها، بيبدأ يدوّر برّه كندا. أوكي، لقيني let's say لقيني أنا موجود في مصر أو whatever في سوريا، وعندي المواصفات دي، عمل معايا interview، يقول لِك أوكي أنا محتاجك أنت. فهو بيجيب موافقة، أوكي، اللي هي الليمة، بيجيب موافقة بإن أنا أجيب عامل أو موظف من برّه كندا بالمواصفات الفلانية. أوكي، الموافقة دي الحصول عليها مش صعب. once إن إحنا حصلنا على الموافقة دي، بنبدأ ندخل على الstep التانية، بنقدّم على الimmigration نحصل على work permit، ودي اللي بتبقى فيها المشكلة. يعني ممكن أبقى خلاص أنا مضيت عقد و و وخلاص اتفقنا الsalary هيبقى بالشكل الفلاني، والعقد ده مثلًا مدته سنتين وكل التفاصيل، ونيجي نقدّم الورق عند الimmigration، فالofficer يرفض، يقول أنا مش مقتنع إن الشخص ده هيرجع، فأنا مش هادّي له الفيزا. طب إيه بقى عوامل اللي عوامل الرفض أو عوامل قبول الفيزا؟ ممكن يكون مثلًا أنا قايل إن أنا جايب الش ال 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 الطباخ الشرقي مثلًا، وهو ده ما قدرتش أقدّم له شهادات خبرة كافية مثلًا، أو ما اقتنعش إن هو فعلًا ده شغله، ممكن يكون شغله حاجة تانية، هو مش مقتنع إن ده شغله. ممكن يكون الbusiness اللي مقدّم عليه أو المطعم اللي جاي عليه ممكن يكون شايف مش إن كبير هو مش enough. كبير، أو إن هو عنده مشكلة struggle financially مثلًا، فمش doesn't make مش sense. مقتنع إن هو في أسباب بترجع للofficer، هو دي بتبقى وجهة نظره. فدي حاجات ما حدش يقدر يcontrol it. يعني أي مكتب سواء أنت هتقدّم أو عن طريق مكتب هجرة مُعتمد أو محامي، هو بيقدّم الfile بطريقة professional، لكن في الأول وفي الآخر الacceptance بقى. الacceptance بتبقى في إيد الofficer. إمم. ودي نقطة مهمة أوي، مش معنى خلّي بالكم، لإن في ناس كتيرة أوي بيقول لك
انا هجيب لك عقد عمل. وللاسف الناس دي بيستغلوا الفرص وبيطلبوا ارقام كبيره قوي. الموضوع ده مش قانوني. مش قانوني ان انا كموظف سوري كصاحب عمل اطلب منك رقم كبير عشان علشان اجيبك هنا. اه لكن بيحصل الناس لاحتياجهم ان هم عايزين يسافروا بيوافقوا. نوع من انواع الاستغلال يعني. بيوافقوا وبيدفعوا المبلغ ده. وعلى امل ان خلاص انا جبت لك الموافقه الاولانيه وانا خلاص هسافر. بس زي ما قلنا انا فعلا ممكن الموافقه الاولانيه مش صعبه ان انا اجيبها لك وامضي معاك عقد. بس مش معنى ان انا مضيت معاك عقد يبقى انت حصلت على الورك بيرميت. وارد قوي تتقبل وارد تترفض. خلي بالنا من النقطه دي. مفيش حاجه جارانتي. اللي يقول لك جارانتي يبقى فيه مشكله في الكلام اللي هو بيقوله لك. طب بالنسبة للناس اللي بتقدم على فيزا الزيارة، ايه الحاجات اللي بتبقى بتاخد رفض او قبول؟ يعني الاكسبتنس بتبقى على اساس ايه؟ مهم قوي وانا بقدم فيزة الزياره في عوامل كتيره لازم اخد بالي منها. اول عامل ايه سبب الزياره؟ ايه هدف الزياره؟ هل هي فيزيت؟ هل هي سياحه؟ هل هي زياره لمهمه؟ فمهم قوي ان انا اكون عندي ترافل بلان. لازم الاوفيسر يبقى عارف او انا اوصل للاوفيسر السبب الحقيقي للزياره بتاعتي. ده رقم واحد. رقم اتنين، هل انا عندي المقدره الماليه فاينانشالي ان انا اغطي مصاريف الزياره بتاعتي، خصوصا لو سياحه. لو انا بقول ان انا رايح اتفسح، اذا يبقى لازم يكون عندي مبلغ معين بيغطي التذاكر، بيغطي الاوتيلات، بيغطي الفسح بتاعتي. يعني ما ينفعش مثلا لو فرضنا ان زياره لشخصين لكندا مثلا سياحه هتكلف لها ليتس سي مثلا 7 8000 دولار. مهم قوي ان انا يكون عندي ستيتمنت يكون فيه المبلغ ده واكتر. لكن لو الstatement بتاعي ما فيهوش الرقم ده، إذًا يبقى في حاجة غلط. مش معقولة مش إن أنا معقول واحد معاه $10,000 هيتفسح ب$8000. مثلًا yes صح. دي نقطة. النقطة التانية الtravel history. مهم أوي إن لو أنا قايل إن أنا جاي أتفسح في كندا وأنا عمري ما سافرت، فكده في حاجة غلط. إحنا كلنا عارفين إن كندا مش بلد بلد سياحية. سياحية، أنت هتقول لنا؟ فإذًا لمّا أقول إن أنا جاي أتفسح إمم. وأنا عمري ما سافرت، لأ يبقى في حاجة غلط. فمهم أوي إن الأسباب تكون منطقية. لو أنا فعلًا عندي نية إن أنا أزور، يمكن لو أنا عايز مثلًا ما عنديش travel history طيب وعايز آجي كندا مثلًا، أوكي make sense إن أنا جاي أزور حد صاحبي، حد قريبي. أوكي أنا ما سافرتش بس في مناسبة معينة أو أختي دعتني، أخويا دعاني لمناسبة معينة أو إن أنا أقضي معاه وقت معين. فده make sense إن هو أخويا هيستضيفني في بيته، هيتكفّل بمصاريف معيّنة، فده هيقلل شوية من تكاليف السفر. فدي نُقط مهمة أوي. النقطة الأهم إن أنا يكون ليّا roots، روابط بتربطني بالبلد اللي أنا جاي منها. لو أنا جاي من مصر، لو أنا جاي من سوريا، من الس من 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 الأردن، إيه اللي يربطني؟ إيه اللي يضمن للofficer إن أنا هارجع هارجع تاني؟ تاني يعني. في شغل، في عيلة، في مثلًا plans عندي، في مثلًا مناسبة. الassets مهمة جدًا. يعني مهم أوي إن أنا لو عندي assets أحطها. والassets مش بس bank statement، ممكن يكون ممتلكات. ممتلكات، ممكن يكون شغل، ممكن يكون شركات أو business، كده. شركات، حاجات كتيرة أوي. مهم إن أنا أبيّن للofficer قد إيه أنا مرتبط stable بمصر. بالمكان. مرتبط حبيبتي يا بمكاني. مصر. وأنا رايح ومش راجع. بالضبط. بس فمهم أوي إن الأسباب دي تكون موجودة علشان أقدر أقنع الofficer إن أنا فعلًا إمم. سبب زيارتي هو للزيارة وأرجع تاني. إمم. once إن هو حَس إن أنت مش هترجع، إمم. أكيد الفيزا مش هتترفض. هيدّينا طبعًا. إمم. طب إحنا دلوقتي عرفنا إن في أنواع كتير للفيزا يا مايكل، هل في أنواع معيّنة ممكن تتمَد الفيزا؟ يعني وإحنا هنا وعايزين نمِد الفيزا، هل في أنواع معيّنة ممكن نمدّها؟ طبعًا أي فيزة زيارة. طبعًا أنا لمّا بادخل كندا، آآ الطبيعي أنا باخد فيزا لمدة 6 شهور. أنا ليّا الحق إن أنا أقعد 6 شهور، ده الطبيعي. ليه باقول الطبيعي؟ لإن أحيانًا الofficer ليه الحق إنه يقول لك لأ، أنا هادّيك بس أسبوع، فأنا آه. ملتزم بالفترة دي دي بتكون في المطار. في المطار. بس الnormal اللي إحنا متعودين عليه هو 6 شهور. يعني لو هو ما قالكش إن أنا هادّيك فترة معيّنة، لو ما قال في أحيانًا بيقول لك لأ أنا هادّيك شهر بس، فأنا لازم ألتزم بالشهر. لكن لو ما قالش يبقى المعروف الcommon هو 6 شهور. طيب بعد 6 شهور لو أنا عايز أقعد، مهم أوي إن أنا أمدّدها قبل 6 شهور.
يعني ما استناش 6 شهور تخلص واروح مقدم. المهم إن أنا أقدمها قبل 6 شهور. ليّا الحق؟ ليّا الحق، بس لازم أدّيهم أسباب. طب أنا المفروض أنا جاي زيارة، قعدت 6 شهور، طب إيه اللي يستدعي إن أنا أقعد كمان 6 شهور، أو إن أنا أقعد أكتر من كده؟ المفروض زيارتي مثلًا عشان أزور حد مثلًا، أختي مثلًا. طيب الزيارة 6 شهور مش كفاية؟ طب أنت الفترة دي كلها هتعمل فيها إيه؟ يعني لو مثلًا حصل emergency أو أي حاجة برافو أنا عليكِ، محتاج أقعد مع حد، برافو ممكن ده عليكِ، يكون يس سبب يا قوي إن ممكن هم يوافقوا. ممكن في حاجة emergency حصلت، فأنا آه. محتاج إن أنا أقعد أsupport أساعد، فساعتها بيبقى السبب مقنع إن هو يوافق لي على التمديد. فأقدر أمدد بس لازم يكون عندي valid reason. طيب مايكل، بالنسبة للفيزا العمل ممكن برضه تتمد زي الفيزا الزيارة أو الدراسة مثلًا؟ خلّي بالنا إحنا فيزة العمل طلعت بناءً على عقد، العقد ده ليه مدة معيّنة، let's say العقد ده سنتين، أوكي؟ إذًا فيزة العمل دي بتبقى closed work permit، يبقى هي مسموح لي إن أنا أشتغل لمدة سنتين مع الشركة دي بس أو المكان ده بس. once إن دي خلصت خلاص أنا المفروض أمشي وألتزم بالوقت ده. لو المكان ده محتاج إن هو يقدّم لي مرّة تانية أو محتاجني تاني، فهيبدأ يقدّم خطوات من أول وجديد من وأنا خالص. موجودة هنا والّا لازم ي أرجع في البلد؟ جزء بيتقدّم من وأنا ممكن موجود هنا ما وأنا فيش هنا. مشكلة، yes. أوكي. يعني هو حاليًا مانعين إن أنا أقدّم يعني ليهم كام شهر كده أعلنوا إن ما ينفعش إن أنا أقدّم على work permit وأنا جوّه كندا، أوكي. الأول كان ينفع، لازم لمّا آجي أقدّم على work permit لازم أكون خارج كندا الفترة الحالية. ما أعرفش قدّام شوية هل هيغيّروا القرار ده والّا لأ، بس بس في الوقت حاليًا الحالي حاليًا ما لازم. ينفعش أقدّم على work permit وأنا جوّه كندا، لازم يبقى برّه كندا وهو بيقدّم. والشركة ترجع تجيبه تاني بالضبط، لو ده اللي كان common لو نفتكر، كان بيقول لك في سؤال كتير بيتكرر، ينفع أحوّل فيزة السياحة أو الزيارة لعمل؟ لأ، لازم تطلع برّه البلد؟ دي كانت في فترة معيّنة بيسمحوا بيها، وبرضه من خلال برنامج الMIA، يعني إن أنا يكون حد قدّم لي على الMIA وجاب لي موافقة، وبعد كده باقدّم من باعمل change الstatus وأقدّم على عمل. حاليًا ما ينفعش، الوقت الحالي ما ينفعش. بالنسبة للدراسة نفس الحكاية، أنا النهارده جاي أدرس في الجامعة الفلانية في Sheridan College، الcourse مدته سنتين، لو هامدّده بناءً على إيه؟ هل أنا جِبت موافقة في course تاني بفترة جامعة تانية، تانية، يبقى أنا لازم أقدّم على أغيّر في الstudy permit بتاعي، لإن الstudy permit بيطلع باسم الcourse واسم الجامعة اللي أنا هادرس فيها. يس. طب let's say إحنا قدّمنا على الفيزا واترفضت لأي سبب، هل أقدر أعيد التقديم والّا خلاص كده ما دام اترفضت مرّة يبقى مش هاتقبل تاني؟ في حاجتين، في حاجة أول ما باترفض في حاجة اسمها reconsideration. reconsideration إن أنا باقول للofficer إن أنا مُعترض على الرفض بتاعك، فبليز اعمل reconsideration الfile بتاعي. زي للقرار تظلُّم بتاعك، يعني. زي تظلُّم آه. لو هنقوله بالعربي آه. تظلُّم، وده بتبقى نسبته شوية ضعيفة. لإن أنت هنا بتعمل challenge للofficer، أوكي، وبتقول له لأ أنت قرارك غلط، فأنت please راجع قرارك مرّة تانية. لو ما عنديش أسباب قوية definitely عشان الموضوع أغيّر رأيه مش هيغيّر لازم رأيه، فالموضوع ما بنوصل لنفس النتيجة، دي حاجة. الطريقة التانية إن أنا أعمل resubmit، أعيد بقى التقديم من فيزا أول تانية وجديد، فيزا مثلًا؟ تانية بتقديم تاني. والمهم اللي آخُد بالي منّه، في أسباب رفض خدتها، فمهم أشتغل على أسباب الرفض. يعني هو شايف إن أنا عندي مشكلة financially، أنا ما أقدرش أسافر مثلًا، فلازم أدّي له حاجة تثبت لأ، أنا financially عندي الإمكانية بدليل 1، 2، 3، 4، 5. فمهم أوي أشوف أسباب الرفض إيه، وبناءً عليها أقدّم مرّة تانية، مش هاخد نفس الملف وأقدّمه بنفس الشكل، لأ، لازم أشوف الأسباب وأرُد عليها. طب ده أوكي؟ ما يثيرش الشكوك، يعني أنا مثلًا مقدّمة على فيزا دراسة وبعدين أروح بعد ما اتكنسلت أو ما اتقبلتش أقدّم بقى على فيزا شغل، ما مش بيشوف الhistory والّا؟ أنا هنا كنت أقصد إن أنا اترفضت كزيارة مثلًا وعايز أقدّمها تاني، لكن اترفضت كدراسة مثلًا وأقدّم زيارة، على حسب بقى، ممكن يثير الشكوك لو فعلًا الموضوع مش أكيد في نوايا تانية. لكن لو فعلًا مثلًا let's say أنا قدّمت على دراسة واترفضت، بس أنا دلوقتي مقدّم على زيارة علشان ليّا أخويا هنا وباعت لي invitation عشان مثلًا عنده graduation بتاع ابنه، دي حاجة تاني مختلفة تمامًا يعني. بس still برضه الرفض الأول دايمًا بيبقى ليه تأثيره،
بس مش معنى ان انا اترفضت اول مره فهترفض تاني مره وتالت مره. بالعكس، في ناس الفيز بتاعتها اتقبلت بعد المره الثالثه والرابعه والخامسه، فمفيش حاجه تمنع. لاني دي نقطه تانية. لما بقدم مره تانية، انا اترفضت في المره الاولى وبقدم مره تانية، في الغالب الفايل بتاعي بيروح لاوفيسر تاني غير اللي كونسيدريشن، اوكي. بيبقى نفس التيم بيشتغل عليه. فممكن الاوفيسر تاني شايف لا هو يستحق فيزا، انا مقتنع بيه وانا هديله فيزا. طب بالنسبة للناس اللي بتبقى عايزة تجيب باباها ومامتها جدها وجدتها يعيشوا هنا، ايه الطرق اللي يجيبوهم بيها وايه الشروط؟ تمام. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على السبونسرشيب، واحنا قلنا الموضوع صعب وليه فتره ما فتحش من تقريبا من 2020. حاليا بس في حاجه تانية اللي هي السوبر فيزا. السوبر فيزا هي فيزا، هي فيزا زياره عاديه خالص، بس معموله للبيرنت او للجراند بيرنت او حماتي، الكلام ده كله. ايه شروطها؟ رقم واحد مهم قوي ان هم بيعملوا ميديكال تيست في البلد اللي هم فيها، في مراكز معتمده من IRCC. بيروحوا هناك بيعملوا كشف. الكشف ده بيكون عباره عن كشف ظاهري واشعه وتحليل دم، اوكي، بحيث بيتاكدوا ان هم ما عندهمش اي امراض معديه او اي حاجه تمنعهم ان هم يسافروا كندا. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين بيعملوا ميديكال انشورنس، معلش بحيث سوري يا مايكل مم. لمقاطعتك، الأمراض اللي هي اللي أنت قُلت عليها المُعدية، مم. بس هل الأمراض المزمنة هل دي بتبقى issue احيانا للفيزا؟ بتبقى ايشو، لان في امراض مزمنه مثلا بتتطلب علاج شهري او متابعه مع الدكتور، ان انا ابقى في المستشفى وقت طويل. ففي risk فممكن إن هنا دول ما يبقى في ريسك ان يتقبلوش. هو جاي انت هنا عشان تتعالج. تتعالج يعني. أوكي. ودي ناحيه. الناحيه التانيه ان انا لازم اعمل ميديكال انشورنس بيغطي ده. فاحيانا الميديكال انشورنس لو في بري اكزيستنج ديزيز مثلا موجوده، فتلاقي الانشورنس ممكن يرفض او بيخلي الريت عالي قوي اللي يخليني ادفعه مونثلي. فدي مهمه قوي برضو ان انا اكون لو في اي حاجه لازم اقول، لان لو خبيت ولا قدر الله حصل و و وال وك نو جُم هنا مثلًا وحد تعب واضطر يروح المستشفى واكتشفوا إن الموضوع ده موجود وأنت خبّيته، في ساعتها ما فيش حاجة هتبقى cover من الmedical insurance، أوكي؟ فهي في الأول وفي الآخر هي فيزة زيارة عادية، لكن بيزيد عليها الmedical test والinsurance، أوكي؟ plus إن إحنا اتفقنا إن فيزة الزيارة أنت وأنت داخل بتاخد 6 شهور، لكن السوبر فيزا بيقعد up to سنتين، اوكي. مش محتاج يمدد فيزا بعد 6 شهور، لأن هو معاه لغاية سنتين يقدر يقعدهم جوه كندا. فدي بتبقى فرصة كويسة لو أنا عايز أجيب والدي والدتي ويقعدوا معايا فترة أطول، من غير ما أبقى شايل هم إن أنا بعد 6 شهور محتاج إن أنا أمدد لهم الفيزا. لو حد عايز يعمل investment في كندا، هل دي حاجة تدّي له الحق إن هو ياخد فيزا، وهل اللغة برضه بتكون عائق في الموضوع ده؟ يس، برامج الinvestment دي حاجة تانية خالص محتاجة حلقة لوحديها، بس يس، لو أنت عايز تعمل investment بيبقى ليها شروط معينة. let's say مثلًا حاليًا في أونتاريو هم واقفين برنامج الinvestment، بس باقي المقاطعات موجود. لو أنا هادّيك brief عنه بسرعة، في بعض المقاطعات بيقول لك مثلًا أنت محتاج تinvest $250,000 ويكون عندك net worth مجموع ثروتك مثلًا بما يعادل مثلًا 400,000 أو $500,000، أوكي؟ فبتدّيهم business plan للمشروع بتاعك، ومهم أوي إن هم بيراقبوك أو بيعملوا بيتابعوا المشروع بتاعك ده لمدة سنة أو سنتين. once إن هم شافوا المشروع بتاعك ماشي as per الbusiness plan، ومهم أوي إن أنت تشغّل فيه حد كندي أو حد PR، لقيوا الدنيا ماشية، ساعتها بيسمحوا لك إن أنت تقدّم على الPR. It's a long process، ما بتخلصش، يعني محتاجة وقت ومحتاجة دراسة دراسة جدوى أو business plan. واللغة ده عامل مهم، محتاج أساسي زي ما اتفقنا. اللغة مهمة في كل برامج كندا، يعني حتى في الinvestment مهم اللغة، مهم الخبرة، مش بس لغة، مهم يكون عندي خبرة work experience. ميرسي يا مايكل جدا على وقتك، ميرسي واحنا يا عايزين نعمل مايكل. معاك حلقة تانية لأن الكلام ما خلص. أكيد، ايوه أكيد، في ده حاجات شرف كتير عايزين ليّا نعرفها. لينا أسئلة تحت كتير أمركم، خالص. تحت أمركم. ميرسي. أهلًا، ميرسي يا شكرًا مايكل. ليكم. نورتنا. نورتنا. ميرسي، شكرا. نورتنا. اتكلمنا النهارده عن كل التفاصيل اللي تخص تأشيرات لكندا،
وعرفنا من مايكل زخاري ايه اللي يزود فرص القبول وازاي تتجنبوا الاخطاء اللي ممكن تؤدي للرفض. لو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا في التعليقات، وما تنسوش تشاركوا الحلقة مع اي حد بيفكر يسافر كندا. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.